يقعدوا يقولوا لي من اصحابي الكويره يا ابني انت بتتفرج على الدوري المصري ده ازاي؟ انت غاوي وجع بطن. طبعا اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي وبيتابع الدوري المصري هيبقى فاهم كويس قوي الكلام اللي انا بقوله. ده سؤال ما بيتسالش، والله ملوش اجابه، انا ما اعرفش. هي حاجه كده عامله زي الادمان. عارف الفيلم لما عادل امام كان مدمن واثار الحكيم كانت بتخطف منه الانبوبه الكوكايين وقام جه طلبه الشاويش قام اخده ورماه في الاوضه جوه وهو عمال يقول له سيبني سيبني. احنا عاملين كده. اللي بيحبوا الدوري المصري بيحبوه من غير سبب، حاجه عامله زي الادمان. مجرد بدات تتابعه من نقطه صغير عمرك ما تعرف تبطله. دوري عجيب، دوري غريب، دوري ملوش اي كتالوج، ملوش اي ملامح. العالم كله يبقى بيريح تلاقي الدوري المصري شغال، الدوري المصري مريح تلاقي العالم كله بيلعب ماتشات، مدرجات فاضيه، استوديو تحليلي الماتش مثلا الاهلي وفاركو يقعدوا 7 ساعات يحللوا في الماتش، ما تبقاش انت عارف اصلا هم بيحللوا ايه. ده في ناس بتلعب في نادي فاركو ده اهاليهم ما يعرفوهمش اصلا. دوري ملاعبه غريبه، ما تفهمش مين بيلعب فين. الاهلي بيلعب المصري في استاد برج العرب، الزمالك تلاقيه بيلعب المحله في استاد اسكندريه، مين مع فين محدش عارف. الدوري ده عامل بالظبط كده زي كانك ماشي في الشارع لقيت عربيه فول وجنبها مطعم، المطعم حلو وقعدته شيك والتكييف شغال وانت تختار تروح تقف على عربيه الفول وتاكل فول بالزيت الحار. طبعا اي حد من بره مش فاهم الكلام ده. ساعات ناس تقول لي يعني انت سايب ماتش مثلا ليفربول ولا ارسنال ولا ريال مدريد وفاتح بتتفرج على الاهلي والاتحاد السكندري؟ اقول له ما اعرفش، طالما ماتش الاهلي شغال لازم اتفرج. الموضوع عندي اصلا مش اوبشن.